السلام عليكم. قبل ما نبدا بغيتك تجاوب غير مع راسك، شحال من حاجه درتيها في حياتك غير خوف من نظره الناس؟ كاين واحد السؤال خطير، واش القرارات اللي كديرهم في حياتك نابعين منك ولا نابعين من خوفك من كلام الناس؟ اليوم غادي نهضروا على ضغط المظاهر، علاش كيخلينا نضيعوا راسنا وكيفاش نوقفوا هذه الدوامه ونبداو نعيشوا براحه وثقه. كاين واحد السيد دخلوا متوسط وقرر يشري طوموبيل غاليه بكريدي طويل، الناس قالوا ما شاء الله عليه. وكاين واحد اخر دار عرس كبير بزاف، الناس ضحكوا ليه وصفقوه، ولكن بعد سنوات الناس نساو العرس وهو بقى كيخلص الديون، وعاد اللي ما كيخرجش من الدار حتى يتاكد بلي لباسو مواكب للموضه، ماشي حيت كيرتاح في ذاك اللباس ولكن حيت مخلوع من كلام الناس. المشكل ماشي في الطوموبيل ولا في العرس ولا في اللباس، ولكن المشكل في العقليه اللي كتقول خاصني نبين للناس انني لاباس عليا. كاين ناس كيعيشوا فوق طاقتهم غير باش تبان صورتهم زوينه، كيقارنوا راسهم بغيرهم وكيظنوا ان القيمه ديالهم فشنو عندهم. الناس كيشوفوا الصوره فقط ولكن ما كيشوفوش القلق الداخلي، التوتر، الضغط النفسي، حتى القروض اللي كيتخلصوا. النصيحه الاولى، واجه الحقيقه ديالك، قول بصراحه شنو محتاج وشنو بغيت بصح. الا اعترفتي بالحقيقه ديالك غتكون بدايه القوه. النصيحه 2، ما تبقاش تقارن راسك مع الناس، قارن راسك غير مع راسك ديال العام اللي فات باش تعرف واش تطورت ولا لا. نصيحه 3، فرق بين الحاجه والرغبه. قبل ما تشري شي حاجه او دير استعراض سول راسك واش محتاج ولا بغيت غير تبان. نصيحه 4، طور القيمه الداخليه ديالك، تعلم مهارات جديده، طور الذات وعرف شكون انت، وما تنساش الراحه النفسيه ديالك اهم من اي حاجه. النصيحه 5، عيش على قدك وكبر بشويه بشويه. راه ماشي ضروري خاص الناس يشوفوك واعر، وما تنساش راه اصعب حاجه ماشي هي الفقر، ولكن اللي خطير على نفسيتك هو تعيش دور ماشي دورك. الا كنت كتضغط على راسك باش تبان راه غادي تجيب التعب لراسك. الناس كيصفقوا لك دقيقه ولكن الضغط غادي يبقى معك طول العمر. راحتك النفسيه اهم من اعجاب مؤقت، والانسان اللي مرتاح داخليا ما محتاج يبرهن لشي واحد. خليك حقيقي وخليك على قدك. النجاح غادي يجي مع الوقت، ماشي بالضغط على راسك او مقارنه مع الاخرين. ركز على راحتك الداخليه. وفي الختام خاف من حاجه وحده، انك تعيش عمرك كامل تحاول ترضي الناس وتنسى ترضي راسك. شكرا لكل واحد كيتابع وكيبحث على الوعي الحقيقي. نتمنى لكم راحه البال والنجاح في حياتكم، والسلام عليكم.